حياة المسلمين مؤلمة جدا، ومن أخطر الناس على حياة المسلمين دعاة الشر والسوء والبدع والضلالات والأهواء. هم أشد الناس بلاء على هذه الأمة، وأشد الناس خطرا على هذه الأمة، فعليهم أن يتقوا الله، وأن يفهموا كتاب الله، وأن ينصحوا لله، وأن ينصحوا للمسلمين. هذا الذي يجب. الغش لا يجوز، لا في دين المسلمين ولا في دنياهم. الغش موجود، المغالطات موجودة، التلاعب موجود، تلاعب بالعواطف، تلاعب بالعواطف موجود، ضغضغة العواطف العمياء موجود. يجب أن نواجه الناس بحقائق الإسلام، وبأنوار الإسلام، وبهداية الإسلام، وبهداية القرآن، والدعوة إلى إلزام أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، والإيمان الصادق بما فيه من عقائد في أسماء الله، في صفاته، إخلاص عبادة الله عز وجل، توحيد على طريقة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. هذه هي الدعوة الصحيحة التي سار عليها الأنبياء، ويجب أن يسير عليها المسلمون